موسم القلقاس، كل سنة وانتم طيبين. القلقاس بيبقى أحلى حاجة في الشتاء وبيستوي جدا في الشتاء. معايا شوربة سويت فيها كيلو من القلقاس، وجبت الخضرة بتاعته عبارة عن سلق وكزبرة، قطفتهم وغسلتهم كويس جدا، وحطيت عليهم معلقة توم ونص كوباية من المية، وضربتهم في الكبة أو في الخلاط. صفيتها وخدت المية حطيتها عليه بعد ما استوى ويغلي معاه غلوتين كده، واحط معلقة سمنة على معلقة زيت، واحط التفل بتاع السلق والكزبرة علشان يتحمر كويس جدا لحد ما ينشف خالص، وتلاقيه محمص وجميل كده. والقلقاس بيغلي بالخضره، بالميه الخضراء اللي احنا حطيناها، ما نغطيهوش عشان ما يفقدش اللون الاخضر الجميل بتاعه. اول ما بنحط الميه الخضراء زي ما انتم شايفين كده، نسيبه يغلي بقى ايه على المكشوف كده. هنطشه بالطشه الجميله ديت، وحطينا معلقه كزبره على فكره مع الثوم. وحطيت نص معلقه من الثوم الني كمان في الشوربه وهي بتغلي بالقلقاس، بتدي نكهه وطعم رائع جدا. جربوه بالطريقه دي، سهل وجميل. وزبده عايزه اقول لكم بيطلع كده زي الزبده بالظبط. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. الطشه بتاعته شبيهه كده بطشه الملوخيه، بتقلب البيت وبتعمل ريحه حلوه جدا. كل سنه وانتم طيبين، تاكلوه بالهنا يا رب. جربوه ان شاء الله بالطريقه دي، واعملوا لنا متابعه ولايك وشير.